في ظل ارتباط هذا الجمهور الشمالي سواء في طنجة أو في تطوان بلا ليغا بطقوس كرة القدم العالمية. قمة مرتقبة، نود أن نعرف كيف هي الأجواء التي تسبق هذه القمة. مساء الخير ماجد، لك أن تطلق خيالك الواسع وتخيل أي شيء يوحي بالجمال اجتمع اليوم في عروس الشمال، وكذلك في ملعبها الكبير الذي تصلكم صوره وأصداءه الجميلة، وكأني بها تستعد للاحتفال سواء في هذه المباراة أو القادمة، لأن أمور لقب ماجد صارت الآن بين أيدي اتحاد طنجة، صارت تفصلها عن ذلك 4 نقاط من 6، وكذلك هي تعول اليوم الفوز أولا على الجار التطواني وانتظار ربما هدية من آسفي، حيث أن الخط مربوط، حتى الجماهير يعني عيونها هنا وعبر الأثير ستتابع أخبار الوداد وآسفي، وتتمنى أن يتكرر نفس تقريبا سيناريو مشابه. قبل 4 سنوات من الآن كان المغرب التطواني فاز على نهضة بركان وفاز بدرع الدوري بهدية من آسفي، حيث كان قد تغلب أولمبيك سفي على الرجاء البيضاوي آنذاك بقيادة فوزي البنزرتي، وفوزي البنزرتي اليوم تتكرر الأمور ويقود نادي الوداد البيضاوي. على أي حال ماجد، معي ضيف وهو من قدماء ورئيس قدماء لاعبي اتحاد طنجة، سيف الدين النايب. سيف الدين مرحبا. اتحاد طنجة لا تنسى قدماءها بالتأكيد. فعلا بكل صراحة وعبر هذه القناة العالمية، القناة اللي كنفتخروا بها كمغاربة، فكنوجه تحية إجلال وإكرام للجماهير الطنجاوية داخل مدينة طنجة أو عبر العالم، لأنها كنعرفها في هذه اللحظة الراهنة تعيش مع الحدث، والحدث هي صنع ملحمة التتويج، ملحمة الفوز بدراع البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب. ولا يخفى عليك بأننا من عروس الشمال ومن قلب ملعب طنجة الكبير. ترى الأهاجيز، ترى الحب العاشق الساحر لهذا الفريق الذي يعتبر بالنسبة لسكان هذه المدينة عشق داخلي، عشق يعيش داخل كيانه. فمن طبيعة الحال اليوم كاينه تعبئة ديال السكينة بأمتها، تعبئة مكتب مسير بشجاعته وبحنكته. نعم سيف الدين، يعني حتى من يقترب منكم ومن أجوائكم يتأثر يعني صحيح بهذه الأجواء الجميلة، يعني صحيح هي أجواء رائعة وممتعة وساحرة، لأن مدينة طنجة مدينة لها خصوصيات، لها جماهير تعتبر من كوكب آخر ربما. إذن عطش، يعني عطش كبير لأن فعلا من الملحمة الأولى سنة 1986 بالصعود بعد ربع قرن من الآن نعيش لحظة مع التاريخ، وسوف إن شاء الله بمجهود جماعي وبتعبئة جماعية وبالجنود، سواء جنود داخل الملعب أو جنود. شكرا وبالتوفيق. إذن زميلي ماجد، سيف الدين يعني لخص كل شيء، يعني حتى أنه تأثر لأن الكل هنا ينتظر معانقة درع الدوري لأول مرة في التاريخ. قبل أن أعود إليك سأعطيك تشكيلة الناديين وأبدأ بالزوار. فقد اختار عبد الواحد بن حسين، هذا ابن تطوان ولعب للنادي التطواني ولنادي اتحاد طنجة، اختار في التشكيل محمد اليوسفي حارس مرمى، ومرتضى فال الذي عوض المهدي بالعروسي المصاب، ثم محمد المخاسي، زكريا الأيود، حمزة مساوي، فيفيين مابيدي، عبد الوحيد شخصي، زايد كاروش، نور الدين القرش، وزهير نعيم، ثم زكريا الوردي. بالنسبة لدريس المرابط فقد اختار المجموعة التالية: طارق أوطاح في حراسة المرمى، أسامة غريب، رضوان المرابط، أيوب الخالقي، أيوب الجرفي، أساينو تيون، عمر عرجون، نعمان أعراب، المهدي النغمي، أحمد حمودان، أحمد الشنتوف. ماجد، بالتأكيد سنعيش حلاوة وتشويق وإثارة في قمة الجيران. نترقب كل ذلك من خلال هذه العناوين الكبيرة. شكرا الأخضر نوالي، وكونوا تساؤل
هل سيكتب التاريخ في حالة إذا ما نجح اتحاد طنجة في صناعة الحدث من خلال تحقيق نتيجة الفوز، وهو يترقب تعثر الوداد، والوداد يؤمن بإمكانياته لأنه يظل من الفرق الكبيرة لها ثقافة الفوز. كل هذه العناوين تصب في مصلحة الدوري المغربي. نترقب من سيكون صاحب البصمة صاحب الحضور.